خلاص تمام ماشي ان شاء الله. اشوف كده ابو يوسف بقى وهنبقى نجيلكم ان شاء الله بعد بكره شويه نقعد معاكم. خلاص تمام اتفقنا ان شاء الله. ان يا شاء ام الله. يوسف نعم. تعملي ايه كده؟ مفيش، بكلم واحده صاحبتي بس. كلم واحد صاحبتك؟ طيب هتتاخري؟ لا 5 دقايق ان شاء الله. طب يلا بقى ما تتاخريش عشان نخرج. تمام ماشي. تمام، انا هستناكي بقى في الاوضه التانية عما تخلصي كلام مع صاحبتك. خلاص تمام حاضر. ماشي، انا هناك اهو بقى مستنيكي. تمام ماشي. خلاص تمام يا بنتي ماشي. طب انت عملت ايه في الموضوع انت كنت كلمتني فيه؟ في ايه يا ابو يوسف؟ رجلي. في ايه مالك في ايه؟ اتخبطت في الكرسي برجلي. معلش انا اسفه. طب يا ام يوسف مش تعرفيني مكان الكرسي؟ انا اسفه حقك عليا. انا اسفه. انا الوقت معلش. طلعت بره اهوت وغيرت مكان الكرسي، مش تقولي لي مكانه فين؟ انا اسفه. والله اتخبطت خبطه صعبه في رجلي. معلش انا اسفه. ينفع كده يعني؟ لا ما ينفعش معلش. مش انت عارفه ان انا كفيف، يعني المفروض انت غيرت مكان اي حاجه تعرفيني مكانها. ايوه صح، المفروض اعمل كده. ماشي يا ام يوسف. وزي ما شفتم كده يا جماعه، وانا ماشي اتخبطت في الكرسي عشان مانيش عارف مكانه فين. طيب انا كنت متعود على الكرسي دوت مكانه مثلا قدام الترابيزه، فالكرسي مكانه اتنقل، ام يوسف نقلت مكانه وغيرت مكانه، فوانا ماشي اتخبطت فيه لان مانيش عارف مكانه الجديد فين. فنصيحه لاي واحده زوجها كفيف ابنها كفيف، المفروض غيرت مكان الكرسي مكان الترابيزه تعرفيه مكان الحاجه اللي انت غيرتيها، بحيث ان وهو ماشي ما يقعش يتخبط. اكيد طبعا لازم تكوني واخده بالك من الحاجه ديت. ممكن مثلا تكون غايبه عنك تقولي لا هو مش هيجي في المكان ده او كده، لا ممكن يحصل في الامور اي حاجه ويجي في المكان دوت. ممكن تقع الحاجه دي تكون خطره، ممكن تقع عليه، ممكن تخبطه خبطه مثلا جامده تعوره تسبب له حاجه، فانت تاخدي بالك من الحاجه دي. ويا رب تكون الرساله وصلت. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والمتابعه، ويلا نقول لهم ايه؟ سلام عليكم.